السلام عليكم ومرحبا بكم. الوصفة تاع اليوم هي كيش بالباذنجان والثوم. وصفة رائعة بنينة بزاف بزاف. الطريقة بسيطة، شوفوا معنا كيفية التحضير. نمروا للطريقة. هنا عندي 250 غرام تاع فرينة، ضفت لهم 125 غرام تاع زبدة، ضروري زبدة تكون طرية. درت 4 غرام تاع ملح و5 غرام تاع سكر. نخلط مليح. انا استعملت البيتخام، ممكن تخدموا غير بيديكم، الطريقة تاعها بزاف سهلة. غير نشوف الفاينة تبست بالزبدة، نضيف حبة بيض و30 مليلتر تاع الماء ماء عادي من روبيني. نخلط مليح يعني ثواني فقط، قسمة تلم. هذا هو القوام تاعها. نغطيها بفيلم غذائي وندخلها الثلاجة ترتاح 30 دقيقة. انا للامانه ما خليتهاش تريح، من نتوما اعطوها الوقت وخلوها تريح باش ما تلصقش في يديكم. انا هنا عاونت روحي بالفرينه كما راكم تشوفوا. الا خليتوها ترتاح ما تحتاجوش الفرينه. كما شفتوا قطعتها قطع صغيره ونحل بالوحده ونعمر لي مولاكيش بهذه الطريقه. يعني طريقه بزاف سهله وتكملوا بالخف كما راكم تشوفوا. ما ترقوهاش بزاف وما تخلوهاش خشينه. هاد لاباط تجيكم روعه، جربوها واكيد ان شاء الله راح تعجبكم. بيان سور العجينه اللي تبقى نعاود نلمها نخليها تريح ونخدم بها، وكيف كيف نستمر بنفس الطريقه حتى نكمل كاع العجينه اللي عندي. كما راكم تشوفوا نحلها، ما تكون رقيقه ما تكون خشينه، ونحطها في المول بهذه الطريقه. يعني اسهل من هكذا ما كانش. وكما راكم تشوفوا العجينه تخدموها كما تحبوا. هذه ما خليتهاش تريح، الا خليتها ارتاحت حتكون خير وخير. كما شفتوا ما تتقطع ما تتفتت وتجي مبسه روعه. وابخي ما نشكلهم بالفرشيطه، ندير لهم ثقوب ونوجد لاباغي اللي ندهن بهم الوجه تاع الكيش. هنا حطيت صفار حبه بيض مع 2 مغارف كبار تاع كريم ليجير، وندهن بهم الوجه تاع الكيش وندخلهم المجمد يجمدوا 30 دقيقه. وهاد لاباغي اللي راني نحط فيها بعد ما تجمد راح تكون كعازل بين العجينه ولا فخس. يعني العجينه ما تشمخ ما والو، تقعد تقرمش رائعه. دونك هنا ندهنهم كامل، وكما كنت قلت ندخلها المجمد نخليها 30 دقيقه قسمه تشد روحها مليح وتجمد، او ميم طون العجينه راهي ترتاح. دونك هنا ندهنهم كامل وندخلهم المجمد. كما شفتوا طريقه جد سهله. وفي الوقت هذا نوجد لافخس. هنا عندي حبه كبيره تاع باذنجان، شويتها فوق النار نخليها حتى تطيب تماما. نقيها مليح ونمعسها ونخليها جانبا تبرد شويه. وكما شفتوا هنا حطيت 2 حبات بيض، ربع كاس يكون وافي تاع كريم ليجير. الباذنجان اللي كنت شويتو ونقيتو ومعستو، وبواطه تاع الطون. انا استعملت تاع الزيت، ضروري تاع الزيت ما ديروش تاع الطوماطيش. شويه فلفل الكحل وشويه ملح للتوازن، يعني باش نوازنوا الذوق. نخلط مليح، نضيف لو فرomاج. ديروا اللي عندكم، ميم فرomاج رابي يجي روعه معاه. انا درت بورسيون كما شفتوا. ونخلط مليح ونفرسي لي كيش تاعنا. هنا بعد ما ارتاح وجمدوا بيان سور الفور راهو شاعل من قبل على درجه حراره 180. ندخلهم يطيبوا، لازم يطيبوا وتعطوهم الوقت من 40 حتى 50 دقيقه. هكذا العجينه ولا فخس يطيبوا مليح، يجو العجينه تجي تقرمش ولا فخس تجي بنينه لداخل. دونك هذا هو الشكل تاعهم. زدت لهم الفوق فرomاج رابي، استعملت الشيدار والموتزاريلا. ديروا اللي عندكم، المهم يكون بنين. وهذا هو الشكل تاعو بعد ما طابوا. يجو روعه، اللون تاعهم كما راكم تشوفوا ذهبي. بالنسبه للتزيين تاعهم اختياري، انا زينتهم بزيتون والمعدنوس.
هذا هو الشكل تاعهم. كما قلت لكم عطوهم الوقت يطيبوا. انا خليتهم 40 دقيقة على 180 درجة. هذا هو الشكل تاعهم. وبالنسبة للتقديم تاعهم ضروري خلوهم يبردوا شوية، ما تقدموهمش وهما سخونين، هكذا لا فارس تجمد وتشد روحها، والعجينة كذلك. دونك اعطوهم الوقت. وهذا هو الطبق تاع اليوم، كيش بالباذنجان والطون، روعة بزاف بنين. بإذن الله تجربوه وأكيد إن شاء الله راح يعجبكم. وبهذا نكون كملت معكم الكيفية تاع اليوم. وباش يوصلكم كل جديد ديروا جيم واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس. سلام، صحة فطوركم.